المنافسه دي مش صح. يعني انا هبيع بسعر اقل ففي واحد هيخسر والتاني هيكسب، لا انا عندي وكيل واحد بيتكلم معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل فيديو جديد نتكلم فيه عن سؤال اتسال لي من حوالي اسبوع او اقل من اسبوع بخصوص التوكيلات الملاحيه. قال لي ان هو هل لو في خط ملاحي عايز يخش مصر هل ممكن يكون ليه اكتر من وكيل، واكتر من وكيل ده يسلم اذون التسليم للشحنات، او ان هو يبقى مسؤول عن الحجوزات اكتر من وكيل في نفس الحته دي. عشان برضه اكون واقعي والموضوع ما يكونش خارج عن نطاق الفهم او عن نطاق خبرتي اللي انا اعرفه على معلوماتي الصغيره اللي هي ممكن تكون 50% من معلومات ناس كتيره جدا. الوكيل الملاحي انا مثلا في تعاملاتي ما شفتش ان ممكن يبقى خط ملاحي واحد يكون بيتعامل مع اكتر من ايجنت، ويعني في تاسك معينه. بمعنى عشان برضو نوضح الموضوع بشكل ابسط واحسن، يعني دلوقتي انا لو خط ملاحي فانا بدور مثلا على ايجنت يكون ليا في مصر. ما ينفعش يكون ليا مثلا عمرو كومباني مثلا او شركه عمرو تسلم اذون تسليم، وشركه احمد تسلم اذون تسليم، وشركه محمد تسلم اذون تسليم. لا، الخط بيخش البلد ممكن يبقى ليه ايجنت مسؤول عن ان هو يخلص له الاجراءات الورقيه ليها علاقه معلش عشان الصوت بس، ليها علاقه بالمرور بتاع قناه السويس. ممكن اعين ايجنت هو مسؤول عن الورقيات، ممكن اعين ايجنت هو عباره عن ايجنت للحجز فقط، ممكن اعين ايجنت ان هو ما يكون مسؤول عن تسليم الاذون وان هو يطلع الفواتير او يحصل الفلوس. يعني ما ينفعش يبقى عندي خط ملاحي بيشتغل في مصر يا اما ايجنت واحد يعمل كل حاجه ليه زي الخطوط الملاحيه كتيره جدا. يعني كان زمان الهاباجلويد كان خط الوكيل بتاعه كان اسمه ميدليفنت ده كان خط كان وكيل مصري. في خط اسمه ولينيوس ولامسون، ده كان الوكيل بتاعه معرفش هو ما زال موجود ولا لا، بس الوكيل بتاعه اسمه بارول ايجي ترانس ما زالت موجوده، اصل قصدي الخط الملاحي نفسه. كان زمان الهانجن قبل ما يفلس كان برضو بارول ايجي ترانس هم اللي مسؤولين عن الورقيات والبوكينج ايجنت بتاعتهم. فده ده الفرق او ده الاجراء يعني. لكن ان انا يكون عندي اكتر من وكيل بينفذ نفس الحاجه ما اظنش، يعني بنسبه يعني 90% ما بتحصلش، عشان يافويد خالص الكونفليكت اللي ممكن يحصل ما بين التو ايجنتس. لان انا بعمل كده كاني خناقه. يعني انا مثلا لو مدي وكاله البحريه مثلا لخط او لوكيل ملاحي في مصر هو المسؤول عن البوكينجز او مسؤول عن بيع بالاسعار، فانا هخلي بينهم منافسه، والمنافسه دي مش صح. يعني انا هبيع بسعر اقل ففي واحد هيخسر والتاني هيكسب، لا انا عندي وكيل واحد بيتكلم معايا بختاره على معايير معينه. المعايير المعينه دي هو بيشتغل عليها بيزد على الكود اوف كوندكت او البوليسي بتاعه الخط الملاحي اللي داخل مصر. فبيبقى لا، مستحيل تلاقي اتنين زي بعض. يعني ممكن تلاقي، يعني مستحيل تلاقي مثلا خط مثلا زي الهاباجلويد. هو الهاباجلويد دلوقتي دي يعني دي وكيله الخاص، بس مثلا نقول الهاباجلويد زمان مثلا يبقى عنده مثلا ميدليفنت وبارول ايجي ترانس مثلا. لا، ما ينفعش يبقوا الاثنين بوكينج ايجنت. ممكن اعين بارول لان هم عندهم خبره في الجزء بتاع الورقيات وعبور قناه السويس والكلام ده كله، واخلي ميدليفنت مثلا مسؤولين البوكينج ايجنت وزون التسليم والكلام ده كله بس. فالاثنين يعملوا نفس الحاجه مستحيل تحصل بنسبه كبيره برضه، عشان مش عايز اقول مستحيل عشان ما يبقاش طلع مني كلام غلط، بس صعب جدا ان هي تحصل حاجه زي كده. بس فده الوكيل الملاحي. الوكيل الملاحي زي ما احنا قلنا اصلا في الاول كنت شرحت حته الوكيل الملاحي ده. الوكيل الملاحي ده هو مسؤول ان هو بيبقى عامل كانه ايه، كانه مندوب عن الخط الملاحي في البلد فيه، في البلد اللي هو رايح. يعني مثلا نقول مثلا خط اسمه عمرو الشويل قرر ان هو عنده مركبتين، كان ما بيروحش مصر، قرر ان هو هيخش مصر، فبيعين وكيل ليه يقول له انا عايزك تمسك لي كل حاجه، عبور قناه السويس، تبقى انت مسؤول السيلز والمبيعات بتاعه الروت ده، ومسؤول البوكينج ايجنت، ويكون عندك مكتب في المينا، واحط الحاجات اللي انا الطلبات اللي انا عايزها كخط ملاحي هخش واطلب منك. بس ده الفرق الكامل بالنسبه للوكيل الملاحي. ممكن بقى اعين 2 وكلاء 3 وكلاء. انا بعتذر لكم طبعا على الصوت ده، انا بحاول اصور يعني عشان خاطر بقى كتير قوي ما صورتش الصراحه، وحاسس ان انا محتاج، الناس كتيره جدا بدات تسال وبتبعت لي وبطول عليهم، فاحاول ان انا اسرع الفيديوهات. وزي ما قلت مش محتاج سبوت، مش محتاج حاجه، انا بس بجهز الفيديو زي ما قلت لكم ان انا هتكلم عن زي ما نقول ايه يوميات شخص او يوميات موظف في خط ملاحي او يوميات موظف في شركه شحن، وهتبقى ريت اكتر شركه شحن ان انا احاول اشرح لك كده ان بريف. والفيديو ده هيكون متقسم اكتر من حاجه.
هيبقى متقسم ان احنا نتكلم على اليوم ده يبقى فيه ايه. مثلا انا دخلت المكتب، فتحت الايميل، بقرا الميلاد بتاع، هنعمل فيديو خاص بالميلاد لوحدها. وبعد كده هنتكلم على الاوبريشن والتارجتنج والسيلز والكوتيشنز والبوكينجز، ده برضه فيديو لوحده. هنتكلم عن الانفويسنج وازاي تعمل انفويس مظبوطه وازاي ترتب اوراقك. هنتكلم عن الاكسل، ولو انت ما عندكش سيستم ازاي تشتغل على الاكسل وايه اهم حاجه تعرف تشتغل عليها. هيبقى فيديو مفصل جدا، وان شاء الله يكون يعني مفيد لاكتر من حد. وان شاء الله كده الفتره الجايه برضه هنعمل فيديو كده صغير على الناس اللي لسه فريش جراد، محتاجه تعمل ايه، محتاجه تشتغل على نفسها ازاي تهانت الاوبورتيونيتي، ازاي تفضل في المكان، ازاي تتعلم اكتر قدر من اللي هي تقدر عليه، ازاي تعرف ان هي كفايه عليها كده في المكان ده، خلاص مش هتتعلم اكتر من كده عشان تشوف مكان تاني وتطور من نفسها. ويفضل دايما يتعلم، ما يعتبرش نفسه، لان معظمنا بيتخرج بيبقى كاره المذاكره ومش عايز يعمل اي حاجه، وشايف ان المذاكره او ان انا احاول اطور من نفسي دي حاجه مش اوبشن محتاجه، ده انا محتاج دلوقتي الخبره اكتر وبتاع. هنقعد نتعلم وهنقعد نعرف، وعلى قد ما اقدر هجتهد عشان خاطر الناس تستفيد اكتر استفاده، ويكون الفيديوهات اللي بيتفرج عليها اي حد تكون مفيده ليه ومفيده لكاريره. وادعوا لي كده ان شاء الله كده ربنا يكرم، وده اللي هطلبه منكم، ان دايما تدعوا لعمرو شويل ان هو يحاول يفضل دايما مستمر على اللي هو بيعمله ده، وان ربنا يوفقني في شغلي وفي حياتي الشخصيه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.